السنة أتباع المذاهب السنية كما تفضلت لينين ويتقبلون ويشكرون ويريدون يتعرفون ويرجعون إلى مصادرهم، وإذا يوجد فروقات بيننا وبينهم يرجعون إلى مصادرهم، يقولون نحن نشك أنه ولد، محتمل أنه ولد، أو لا نرى أنه ولد وسوف يولد، والأوصاف اللي تقولوها صحيحة. هؤلاء السلفيين عندهم حساسية من الإمام المهدي سلام الله عليه لأمره. أولا أنه يعتبرون مهدي الشيعة، بعدين مهدي عراقي عاصمته العراق. يعني يلبسوا عنوانين، عنوان التشيع وعنوان هم العراق. يطير عقلهم من الشيعة ومن العراق، وهذا الإمام المهدي شو شيعي وعاصمته العراق، لذلك تأخذهم العزة بالإثم ويحاربون الإمام، وطلعوا فتوى، نعوذ بالله من الضلال، طلعوا فتوى من شيوخهم: هل يجوز لنا أن نسب المهدي ونلعنه مهدي الشيعة؟ لأنهم يقولون ولد ونحن نقول ما ولد. فماذا اخترع مشايخهم؟ أن هذا غير موجود، يجوز أن تتكلم عليه، يجوز يعني لعن الإمام المهدي وسبه والكلام عليه يجوز. نقول لهم أولا هذا عدم أدب، وهذا عدم احترام لآخرين. إذا أنتم اعتديتم على رموزنا، عندنا رموز كثيرة عندكم، أولهم ابن تيمية نبيكم، نعرف كيف نتعامل معه، هذا واحد. مسألة أخرى، ما لكم الشيعة؟ أنتم عندكم إمام مهدي أم لا؟ اطرحوه. فترة يا أخي، فترة هم أرادوا أن يطرحوا مهديهم، طرحوه ووجدوا واحد من بريدة وأخذوه إلى ابن باز وقالوا له هذا اسمه محمد بن عبد الله بصفات المهدي، وأيد ابن باز أيد أن هذا هو المهدي عندهم. وبعدين ظل عندهم أنه يخرج من المشرق. احنا ما عندنا يخرج من المشرق، عندنا أنصاره راية المشرق في العراق سلام الله عليه، تأتيه رايات المشرق وتبايع، تأتيه رايات مصر إلى. فهم قالوا طيب إذا ناخذ الأفغانستان والشيشان، وأخذوه وجابوه. الآن وين مخبين لمهديهم ما نعرف. فإذا هم عندهم مهدي، طيب تكلموا في مهديكم، ما لكم والآخرين تكلموا في حركته في أحاديثه. الأحاديث الكثيرة الموجودة في المصادر هذه حالة حساسية. في الواقع أن هؤلاء الوهابية هم طبيعتهم شرسة وطبيعتهم حساسية. الآن ينشرون الأحاديث التي تذم العراق. صحيح. ليش؟ لأنه في العراق صارت ظروف، صاحبهم صدام احتل الكويت وغضبت عليه أمريكا وأزالته، وصار انتخابات وأكثرية الشعب العراقي شيعة. كيف يأتون الشيعة ويصرح ابن جبرين أن الرافضة إذا تمكنوا في العراق ينغلق باب الدعوة، يعني لازم هم يعزلون. فهؤلاء من حسدهم، من حساسيتهم من الشيعة والعراق يتكلمون عن الإمام المهدي سلام الله عليه. وأنتم العراقيين يا أخي، أنتم جبتوا لنا هذه، زدتم في غضب الوهابيين. ولكن إن شاء الله غضب الخيل على اللجم، الخيل إذا غضبت على اللجم ماذا تصنع؟ تعلكها أكثر. الآن يعلكون لجومهم أكثر. تتميما للفائدة شيخ علي، من باب مبدأ الحساسية، المتتبع لكتب التاريخ يجد أنهم حاولوا رؤية أو خلينا نقول بناء مقتل أمام مقتل الحسين، فجعلوا مقتل عبد الله بن الزبير أرادوا أن يحيوه مقابل شهادة الحسين عليه السلام، ولكنهم فشلوا. وكذلك أرادوا أن يحيوا عيد الغار مقابل عيد الغدير، ولكنهم فشلوا في هذا المجال. في مسألة الحساسية وهذا التوجه الشرس لإحاطة أي حركة تخص مدرسة أهل البيت في جانبها الإصلاحية وحتى السياسية، من المتتبع الأحداث الإقليمية الشيخ علي وحتى العالمية يجد أن هنالك حركة واضحة في احتواء أو محاصرة التشيع على كل المستويات، سياسيا وثقافيا واقتصاديا. كيف تقرأ يعني دواعي تلازم حلقات الفكر الغربي أو الفكر المسيحي اللي يقود الغرب والتوجه السلفي في هذا المجال؟
أنا اللي أفهمه أنه في الغرب يوجد اتجاهان، في الغرب يعني أوروبا وأمريكا، في اتجاه اللي هو قريب من الدوائر الصهيونية، اللوب الصهيوني. شيخ علي، وهذا مهم، أنا بس أريد أستسمحك في اتصال من الأخت أم كراد من